السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة من بودكاست خطيف. معانا ايمانوفا. سلمي على الناس يا ايمانوفا، ما تصغرناش. عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده؟ عامل ايه يا حسام؟ والله العظيم يعني الحمد لله الحمد لله، يعني عشان نوصل لجودة الصوت دي والتسجيل دي. في النهارده تعبنا قوي في التظبيط. في حاجات غريبة بتحصل، وده وإن يدل على شيء، يدل على إننا بننجح. ما دام بنتنظر يبقى بننجح. اكيد طبعا. ما دام خلاص. بنتنظر، ما دام في حاجات غريبة بتحصل، ايوه. دي بوادر بصيص الأمل في النجاح. طول ما في جوستس وعشان we're fine. وعشان نتعامل مع عين البورصة اللي كانت موجودة النهاردة وبقالنا ساعة وربع. لا أنا مش بتكلم، اه إحنا بقالنا اه ساعة وربع فعلا بنظبط علشان أصلا نفتح اللينك اللي بنتكلم منه، اللي بنتكلم اللي هو منه بسم الله يس. الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله عملنا تيست، شفنا الصوت، الدنيا تمام. والنهاردة بنتكلم عن إيه؟ إحنا محتاجين فعلا، يعني الحلقة دي it was needed علشان إحنا محتاجين ده. محتاجين إحنا كهوست وكجست نعمل ده علشان نعرف نقولك تعمله ازاي. احنا محتاجين نحب نفسنا، بس في لغط حوالين الكلمة دي، اللي هو معلش يعني ايه حب نفسك؟ ممكن كلمة لما تسمعها كده تلاقيها اللي هو الموضوع بسيط في كلمته بس اه كبير في تأثيره. مهم. حب نفسك يعني ايه؟ احنا اوريدي بنسمعها كتير. طب احنا نعمل ده ازاي؟ احنا هنحاول نبسط الدنيا النهارده. نعمل ده ازاي؟ اولا اللغط ان عن حب النفس ان انت ممكن تفتكر نفسك اناني، وان انت مش شايف غير نفسك. ده طبعا مغرور. غلط بالظبط. لا، هو حب النفس هو انك تتعامل مع ذاتك زي ما بتتعامل مع شخص بتحبه. شوف انت بتعامل الناس اللي بتحبهم ازاي، وهتلاقي نفسك انت اولى من اي حد بانك تتعامل مع نفسك كده. انت هتعترف بعيوبك بس ما تجلدش نفسك. هتفرح بانجازاتك صح. حتى لو صغيرة. طب تعرف منين اذا كنت انت محتاج تحب نفسك؟ محتاج تزود ده، محتاج يعني ايه مش هنجيب ميزان، دي ملهاش ميزان مم. للاسف. الميزان الموجود لدهوننا بس. فاحنا بنحاول نتخطى الموضوع ده ونشوف احنا ممكن نقيس ايه الميتر اللي ممكن نستخدمه عشان نعرف محتاجين ده ولا لا. مهم. لما تلاقي نفسك بتتكلم مع نفسك بقسوة، يبقى انت محتاج تحب نفسك. لما تلاقي دايما حاسس انك مش كفاية، يبقى انت محتاج تحب نفسك. جلد الذات. مم. احنا كده وصلنا لأفظع للأسف. لما تحط مم. الناس كلها قبل نفسك، وده برضو بيئة ورواسخ وتربية. صح. تتظلم ما تظلمش، كل ده جميل، بس معلش يعني at some point هتوصل لنفسك ان هي هتطفح في وشك بالبلدي. احنا مش هنزوق في الكلام. عارف كده الحوض لما يتسد ايه اللي بيحصل؟ او ده اللي هيحصل معاك بالظبط. يعني انا عايزه اقول يا حسام مم. انه في ناس فاهمه التضحيه غلط. هو حب النفس جزء منه حفاظًا على تضحيتك من إن هي تضيع سُدًى. يعني سيدنا عيسى عليه السلام كان عليه السلام. بيقول يعني إذا لطمك أحدهم على وجهك الأيمن، أنا عايزة أقول المقولة صح، على وجهك الأيمن فأدر له اليسرى. ده مش جاي من ضعف، ولا إن أنا باقول للي قدّامي أنا شخص مُهان. لأ بالعكس، المقولة دي في ناس فسّرتها غلط جدًا، إنه دي طيبة بقى وده مش عارف إيه، ده حد غلبان وبُص يقول لي ده اضربني لأ، هي جاية من قوة. I'm daring you to do it again. اللي هو أنت ضربتني على اليمين، طب جرّب كده تاني. أنت عارف الحتّة دي. اه، انا عن فحُب نفسي اول النَفْس مرة افهمها دلوقتي. أنا كنت بافهمها غلط زمان، مم. وكنت فاهمة إن هي جزء من ال التسامح المُطلق، اللي هو أنت بتأذيني فكمّل أذيتي. لا، 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 لأ، كانت نابعة من قوة بحتة. إنه أنت أذيتني مرّة please I dare you to do it again. حاجة كمان عايزة أقولها عن المقولة دي بالذات، إن المقولة دي فسّرها ناس كتير إن هي نوع من أنواع المهانة للنفس. هو مش بيحب نفسه، هو ده واحد مُهان بيخلّي الناس تكمّل إهانته. لأ، اللي بيعمل كده شخص قوي جدًا، شخص مُحِب لنفسه جدًا، واثق من نفسه جدًا، إن هو أنا ما كنتش منتبه المَرّة اللي فاتت، انتبهت لك أهو. فاهم قصدي إيه؟ بالظبط. فحُب النفس
هو والإحباط دايمًا بيبقوا آآ متضادين متلازمين، اللي هو يعني إيه، أنا مُحبَط، أنا لو سمحت لنفسي إن أنا أُحبَط هاقع، فلمّا أُحبَط لازم ألِم نفسي، لمّا أحب نفسي أوي وألاقي حتّة الego زي ما أنت قُلت، حتّة الغرور طلعت، لازم أكتمها بقى، يعني لازم أحجّمها، أحطّها في موقعها الصح. وده ياخدنا فين بقى؟ هياخدنا فين قُل أنت؟ نحب نفسنا إزاي؟ طيب. هل هي حاجات وردت على سبيل الحصر؟ لأ خالص، أنت عندك كذا طريقة. طيب إيه الأمثلة اللي إحنا ممكن نعملها واللي هي بسيطة جدًا لو أنت شُفتها، بما إنك ما ينفعش تلغي نفسك، لإن أنت at some point الموضوع هيوصل معاك إن أنت يعني اللي سَنَد الناس كلّها وبيضحي عشانهم مش قادر يسند نفسه. طب ليه؟ عشان ما صح. نوصلش للburn out ده، إحنا ممكن نعمل إيه؟ هتكلم نفسك بطريقة كويسة زي بالضبط ما بيتعامل الناس اللي بتحبهم. إحنا كلنا بنغلط، الدنيا تمام، مش معصومين من الخطأ، فينا الخير وفينا الشر، اهم. بس لازم نتعلم نسامح نفسنا، إمم. اهم. إنك تقول وما لأ. نسمحش ما نسمحش لمُخّنا أو لأشخاص آخرين إن هم يقولوا لنا إن أنت خلاص هو ده الغلط ده خلاص أنت كده سبحان رُحت. الله، ده اللي إمم. ياخدنا للي جاية، هتحترم وقتك وحدودك وتتعلم تقول لأ. لأ مش اهم. غلط على فكرة، ده حقك، أنت نفسك محتاجاك. absolutely. إمم. هتكافئ نفسك ولو بحاجة صغيرة، ممكن قهوة في حتة بتحبها، ممكن يوم ممكن. راحة، يوم أجازة من ممكن الشغل. يوم م طبق رز بلبن. ما لأ مش هنتكلم عن الرز بلبن، الرز بلبن ده كان قبل الحلقة. السنة يعني. بس نكافئ نفسنا بحاجة ما تضرناش، عشان برضه إيه، ما بالضبط. إحنا بالضبط. في 80 بني آدم شاف الحلقة التانية، فإحنا مش عايزين نشيل ذنب آه. ال80 بني آدم. صح. بالضبط كده، هتكافئ نفسك حتى لو بحاجة حتى لو يوم أجازة من الشغل، مش هتعمل فيه حاجة جامدة غير إنك تنام شوية، تنام شوية زيادة، إمم. هتهتم بصحتك، لإن ليها حق عليك، هي دي اللي هتشيلك في الآخر. مش ضعف خالص إنك تطلب مساعدة، ده وعي وقوة، بس تشوف مين اللي هتطلب منه. طبعًا. طبعًا. وهنا بقى بيورينا قد إيه إحنا كنا بنتعامل غلط مع نفسنا. حب نفسك عمره ما كان أنانية، وده ياخدنا بقى للي جاي. أنا المرة دي حاولت إن أنا أخطف المقدمة من إيمانوفا، بس أنا هارجعها لها تاني دلوقتي، وده دليل عن إيه، مش ضعف خالص، الديفا يا غيرتك من الديفا. مش دليل عن الضعف، عشان بس إيه، نبقى حاطين كل حاجة في مكانها. هنحط كل شيء في نصابه الصحيح. وعشان نحط كل شيء في نصابه الصحيح، هنشوف رأي إيمانوفا في الخطوات دي، وممكن تضيف لها إيه، ممكن تعدل عليها إيه. بُص يا سيدي، أنا بالنسبة لي أنا كشخص حُب النَفْس ده لازم يبقى له قعدة الأول، أنت بتقعد مع نَفْسك الأول. آآ إيمان عايزة إيه من إيمان؟ هي إيمان بتعمل إيه غلط وبتعمل إيه صح؟ إيه الحاجة الحلوة أوي اللي بتعملها إيمان، وإيه الحاجة الوحشة أوي اللي بتعملها إيمان؟ طَب أنا الحاجة الوحشة أوي اللي بتعملها إيمان، الحلو ده خلاص إحنا let's agree إن هو حلو، خلاص انتهينا منه. الحاجة الوحشة أوي دي أنا أعدّلها إزاي علشان أكمّل النُص التاني بتاع إن أنا أحب نَفْسي بشكل صحيح؟ ما هو أنا طول ما أنا شايف نَفْسي إن أنا في حاجة وحشة، أنا مش هاعرف أحب نَفْسي بشكل صح. في ناس بتقول لك بُص لنَفْسك في المراية واتكلّم مع نَفْسك شوية، في ناس تقول لك اقعد كده واسرح في ملكوت الله سبحانه وتعالى واتكلّم مع نَفْسك كده وشوف إيه اللي ناقصك، شوف إيه اللي المفروض إن أنت تعمله. أنا كإيمان بُص لنَفْسك في المراية، أول حاجة حِب شكلك، أنت خلقك ربنا في أكمل صورة. الناس اللي بتبُص لنَفْسها وتقول إيه ده شعري شاب، إيه ده مناخيري مش عارف إيه، إيه ده بُقّي ماله، إيه ده عينيّا محتاجة تتشد حتّة كده، التجاعيد بانت مش عارفة إيه، لأ، قدِّس كل شيء ربنا عطاه لك. شكلك ده الرضا بيه ده جزء من حُب النَفْس. شعرك بالضبط. اللي شاب ده دليل على خبرتك وعُمرك اللي ربنا ادّاه لك لحد دلوقتي والنعمة اللي ربنا أنعمها عليك. حاجة كمان يا حُسام، كافئ نَفْسك، لمّا تلاقي نَفْسك very low حِب نَفْسك
إزاي؟ يعني أنا مكتئب يا إيمان، أحب نفسي إزاي؟ لأ، أنت لو مكتئب أنت اللي هتقدر قبل الدكتور، قبل الأدوية، قبل أصحابك، ما حدش هيقدر يمد لك إيده يشيلك من البير اللي أنت فيه، قد ما أنت تمد إيدك وتنط من وسط البير علشان تقفز لفوق، تنط من برّه البير ده. بالضبط. كافئ نفسك. أنا مكتئب النهارده، هاروح أجيب لي شوكولاتة، أنا آسفة يا حسام، هاروح أجيب لي شوكولاتة، هاروح أجيب لي طقم جديد، هاروح بلاش يا سيدي if I don't have the money لو معييش الفلوس إن أنا أروح أهادي نفسي بحاجة، أعمل حاجة زي ما أنت قُلت كده، فنجان قهوة مضبوطة، زي ما أنا عملت من شوية حبة رز بلبن مضبوطين كده، أتكلم مع حد باحبه. إن أنت تحيط نفسك بناس إيجابية، ده في حد ذاته حُب للنفس ودعم ليها ومكافأة ليها، إن أنت تبقى قادر، ودي برضه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، إن أنت تبقى قادر يكون في حياتك ناس ترفع سماعة التليفون أو تكلمهم على الchat تقول لهم عامل إيه النهارده، مجرد كلامه معاك بيبسطك. في ناس لمّا تشوف ضحكة الناس التانية تنبسط أوي. في ناس لمّا تلاقي إن هي فرّحت الناس التانية تقول ياه! أنا عملت حاجة حلوة أوي النهارده. حِب نَفْسك لدرجة إن أنت يبقى عندك رضا تام عن كل ما تفعله، مش غرور. ما تروحش تحب الحاجات الغلط، يعني مثلًا ما تروحش تبقى مُدخِّن مثلًا ده أنا باموت في التدخين، ما فيش حاجة اسمها كده. العادة السيئة إحنا ممكن أنت نبعد بتأذي المايك شوية وإحنا بنتكلم. أوكي. بنخبط فيه، حاسس كده إحنا آه. بنخبط فيه. أنت أنت بتأذي سلام! عارفة اللي نَفْسك. هو وطّي التلفزيون واسمعيني من وطّي التليفون؟ التلفزيون. دي جاية، هي جاية. بس يا أوكي فندم baby وطّي steps، التلفزيون. baby steps. أوكي. آآ التدخين ده بيضرك، زي ما الإدمان بيضرك، زي ما إن أنت تبقى بتعاشر ناس سيئة وسلبية في حياتك ده بيضرك، وده معناه إن أنت مش بتحب نفسك. أنت لو في حياتك حد زي ما إحنا بنقول كده بلغتنا الدارجة يا حسام إمم. a naggy person حد نقّاق كده عايش في حياتك هو طاقة سلبية دي كده متحركة. دارجة؟ دي دي دارجة. دي دارجة في مدينتي في التجمُّع. كل واحد وعلامه. خلاص أنا هاسكت أيوه، أيوه، عشان إحنا الرقابة. تعليم حكومة الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله إحنا تعليم حكومة. ولنا الفخر. طبعًا. آآ حاجة كمان أنا عايزة أقولها، اقتنص الفرصة إن لمّا حد يقول لك حاجة حلوة تقبّلها بصدر رحب. آمم ما تسألش نَفْسك هو أنا فعلًا حلو؟ يعني تقبّل الإطراءة العابرة. يعني مثلًا أنا كسِت، إحنا كمجتمع نسوي، أنا هاتكلّم طبعًا عن المجتمع النسوي وأنت قُل بقى مجتمع الرجال بتاعكم بيعمل إيه. أوكي. حلو ده. لو إحنا قاعدين مع بعضينا كده أنا باحرص دايمًا، أقول لك والله العظيم يعني دي يمكن من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. أنا واخدة الموضوع ده بجد جدًا، لدرجة إن أنا والله أنا كنت في القاهرة من فترة قريبة، وكان في بنت أمورة كده، أنا شايفة إن هي أمورة، واقفة في المترو لابسة لبس كده حلو، تقريبًا رايحة فرح أو رايحة كاتبة كتاب، وواقفة كده مع صاحبتها، حاجة من جوايا كده قالت لي إيه البنت دي زي القمر، وعجبني بيها أوي. ممكن غيري شايفها مش حلوة، ممكن غيري شايفها اللي هي لابساه ده over أو كده، بس أنا كشخص كشخص سَوِي، مش سوي. هيقول عادية يعني مالها فيها إيه. آه، حبيت شكل البنت. إمم. البنت لاحظت إن أنا ب ب بابُص لها، فرُحت بصّيت لها كده قُلت لها: "على فكرة أنتِ زي القمر النهارده." قالت لي: "بجد؟" قُلت لها: "آه والله، أنتِ زي القمر النهارده، تحفة." راحت قالت لي: "تسلمي." قُلت لها: "حبيبتي تسلمي." عارف ده عمل إيه في البنوتة؟ أنتِ لو صورتِ وشّها قبل وبعد هتلاقي بني آدم آه، مختلف. بني آدم مختلف. هل أنا لو شخص أنا ما باحبش نَفْسي
أنا هاقول الكومبليمون ده للبنوتة دي؟ لأ، لأ. هنبُص بطرف عيننا ونبدأ ناكل اللبانة بصوت عالي، بالضبط، ويبدأ الحمد بالضبط. لله ما قُلتش اللي كنت هاقوله، عشان آه، برضه آه، إحنا في آه. 80 بني آدم اسكت يا محافظين. لساني. وشغل بقى اسكت يا لساني، إيه ده، إيه ده، والنظرة اللي هي اللي أنت قُلت عليها دي، اللي هي بطرف العين دي، ليه؟ ليه؟ أنا باحب نَفْسي، أنا باحب أشوف نَفْسي في المراية أيًا كان شكلي، أيًا كان لبسي، أنا حلوة. وكان بابا الله يرحمه الله ويجعل يرحمه. مأواه الجنة. وأنا آسفة والله، أنا عايزة أذكر الموضوع ده. إمم. جزء من حُب النَفْس هو كلام أهالينا لينا. أنت بتزرع بذرة جوّه ولادك أو جوّه الناس الصغيّرة اللي أنت متعايش في وسطيهم. أنا بابايا في يوم من الأيام أنا كان عندي درس في ثانوي، فبنوتة بقى وعايزة أحُط مكياج والكلام الفارغ ده. إمم. المهم نزلت وحاطة المكياج، فراح بَص لي كده راح قال لي: اطلعي، اغسلي القرف ده من على وشِّك. باقول له: "يا بابا بقى وصحابي كلّهم وكلّه بيحُط يا بابا ومش عارف إيه، واشمعنى أنا ومش عارف إيه." فراح قال لي: "يا شيخة الحاجات دي بتبوّظ الوِش وبتبيّنِك عجوزة، بتدّيكِ أكبر من سِنِّك، اطلعي بلاش قرف." طلعت غسلت وشّي ونزلت وأنا متكدّرة بقى. آه. اشمعنى بقى زمايلي بقى هيروحوا الدرس وأنا في تالتة ثانوي وآنسة وحاطين روج وحاطين eyeliner بقى. كان على زماننا بقى كان الeyeliner ده حاجة آه الكحل ده طبعًا، كان حاجة قنبلة. الترندات كلّها. الروجوجو كان يا لهوي! ده مامتها سايباها تحط روجوجو. نزلت أول ما شافني بَص لي كده، راح قال لي: "الله شايفة بقى، أنتِ زي القمر يا بنت، أنتِ ملامحِك سُكّر." القرف ده يخلّي شكلِك وِحِش، يعني الناس تبُص لِك كده تقول إيه القرف ده، غير إن هو بيحفّر الوِش ويخلّيكِ تباني كده إن أنتِ سِت عجوزة ومش عارف إيه. عارف أنا دلوقتي عندي 39 سَنة، إمم. والله لو لو مين قال لي أنتِ وحشة، أنا أبويا قال لي إن أنا حلوة. أولًا والله ولا أدّيهم لِك، بما إنّي شُفتِك ده أولًا، ثانيًا الأهم بقى الhow to say. بالضبط. هل إحنا بابايا ممكن أنا لو مش بيحب نَفْسه وراجل مُكتفي ذاتيًا وراضي عن نَفْسه كإنسان وكمخلوق خلقه ربنا، كان قال الكلام ده ليّا، كان قادر زي أي أب: "اطلعي باقول لِك إيه القرف اللي أنتِ حاطاه في وشِّك ده، اطلعي يا بنتي بلاش قلة أدب، يالّا اطلعي فوق." ما كانش قادر يعمل كده؟ الdelivery، how to deliver the message، وده يفرق. ما الاتنين اللي هيحط لك أكل بيحبك، بس في فرق بين اللي قدّمها لك واللي بيطفّحها لك. الاتنين عملوا لك الأكل والاتنين بذلوا مجهود، صح، بس صح، في حد أكّلها لك وطريقة وشوكة وسكينة ومَيّة، وفي حد طفّحها لك صح، وندّمك على اليوم اللي قام صح. فيه على حيله عشان يعمل لك الأكلة دي. ساعتها أيوه. الكلمة دي كنتِ في ثانوي، دلوقتي أنتِ بتقولي 39 سَنة وأنا مصدوم، أنا أول آه، مرّة آه، أعرف ده دلوقتي. لأ. بس اللي هو وفين؟ فضلت معلّقة لدرجة إن أنتِ اقتنعتِ إن فعلًا الحاجات دي معلش ما الحاجات دي بتبوّظ، بعد كده دي يتعمل لها حقيقة. علاج تاني يبوّظ، بدليل إن في حاجة اسمها غسول، وفي صح. حاجة اسمها اللي بينضّف من الغسول، وفي بقى اللي هننضّف من اللي بينضّف من الغسول، ما هي الدنيا مش واشتري. وفي حاجات للpores وفي حاجات لتنضيف مش عارف إيه اللي حصل بسبب المكياج وكده. بالضبط، يعني أنا أقتنع جدًا لمّا يبقى عندي وجع في عضمي وأبقى عارف إن وجع العضم بيتعب المعدة، فالدكتور يدّيني مع دوا العضم حاجة للمعدة، لكن لمّا أبقى أنا رايح برجلي للي هيعمل تشقُّقات، بعد كده آخُد حاجات عشان تفتح المسامات اللي أنا قفلتها سبحان الله، أنا اللي أيوه. قافلها. إمم، إمم. ف ودي على فكرة دي حاجة هنتفق عليها في ثقافات مختلفة. أنا بحُكم الcommunity بتاعتي برّه الشغل، إن أنا gamer إمم. وأعرف ناس كتير من دول مختلفة. أنا أعرف واحدة من Midwest في أمريكا، ولاية جافة جدًا، ولاية ما فيهاش محيطات، ولاية كبيرة جدًا، النظام بقى الcowboys بتوع زمان، إمم. ما بتحطش حاجة في وشها، باشوفها في المناسبات ما أيوه. فيش. لمّا جينا اتكلمنا في الحتة دي
وكنا بنتكلم على كان في بوست نازل عن نجوم هوليوود قبل وبعد العمليات تعجبنيش. وقبل وبعد الميك اب. خلينا في الميك اب لان الميك اب حولهم. في ناس فعلا من المصارعين، زي بما اني انا بحب اتفرج على المصارعه، هم عملوا حلقه، كل الروستر الحريمي عملوا الحلقه دي على يوتيوب وجم غسلوا وشهم ونزلوا. في ناس بلمت قدام نفسها، في ناس ما بتحبش ده، في ناس جت ايموشنال وعيطت. احنا بنيجي قبل الشو، قبل اللايف شو ب3 ساعات عشان نبان بالمنظر ده قدام الكاميرا، المنظر هو اصلا مش عاجبنا. صح. فبنكتشف هنا ان الموضوع ملهوش علاقة خالص. لو حبيت نفسك هتثق في جمالك inside out. الناس هتشوفك بعينيكي، وده ياخدنا قبل ما نختار مين اللي يبقى معانا. تعالي نشوف احنا بنتعامل مع نفسنا ازاي. لازم you have to know how to enjoy your own company. yes. هتتونسي بنفسك ازاي من الاخر؟ هتخافي على نفسك، كل ده من حب نفسك. الناس كلها لو خافت عليكي كل ده ملوش اي 30 لازمه لو احنا مش خايفين على نفسنا. مش خايفين على نفسنا. صح. كل حب الناس اللي بره ده معلش يعني ملوش اي لازمه برضو لو احنا مش حابين نفسنا. لما هتحب نفسك وهتؤنس بوحدتك هتعرف تدخل مين. لكن احنا ما معناش الخطوه دي هنلاقي نفسنا بدأنا ندخل اي ناس لمجرد اننا ما نبقاش لوحدنا، فنقع في الناس الغلط، فنقع في الناس اللي مش شبهنا. وانا اسفه لمقاطعتك يا حسين، لا بس تمام. انت يعني let me agree with you on this. انه انا لو بحب نفسي هعرف هو الحب الصح ايه والفيك ايه، و هقدر اوزن الاشخاص اللي بيقابلوني في حياتي اذا كان الناس ديت فعلا بتحبني بجد، ولا دي مجرد مرحله، ولا هم بس بيستغلوني عاطفيا، ولا هم ايه بالظبط. هل الحب الخارجي بقى عني انا كشخص ممتلئ، لان الشخص اللي بيحب نفسه ده شخص ممتلئ. هل شبعان. شبعان. هل الشخص اللي جاي بيحبني دوت ايه ده بيعاملني بالطريقة اللي انا المفروض اتعامل بيها، بيديني الحب زي ما انا بديله حب، بي بيبص لي زي ما انا ببص له، بي بيحترمني زي ما انا بحترمه. ولو انت لقيت ان الاجابات على سؤالك ده كلها وقتها تقدر تقول الشخص ده بيحبني. لو لقيتها لا، لا الشخص ده ما بيحبنيش. انت عمرك ما هتكون شخص جعان للحب. الجعان للحب ده بيبقى شخص من جواه مش راضي عن نفسه، هو مستني اللي يقوله الله انت حلو النهارده، مستني اللي يقوله بقولك ايه ما تعمل كده عشان كده صح، مستني اللي يقوله انا خايف عليك على فكرة، ما ما تعمل كذا او ما تعملش كذا. الشخص اللي مش محتاج ده كله لما هيجي يقابل بقى اللي هيقول له الكلام ده، على فكرة أنا شايفاك في الحتة الفلانية دي مش قوي، يقول لك إحنا لو عملنا 1 2 3 هتبقى أحسن. هيلاقي نفسه إن هو بيتناقش معاه بدل ما بيسمع له بس، مش هيختار متلقي صح. هيعرف اللي معاه ده عايزه ولا بيستغله. ولا بيستغله. صح. هنا هيجي الاختيار الصح. وفي حتة بما اننا بنتكلم عن حاجة دلوقتي هيجي الدور على انك ما تكبرش. ما تكبرش مع نفسك وما تكبرش مع حد. لما تغلط قول، ما تاخدهاش على محمل في ناس بيبقى الايجو عندهم الدنيا صعبة جدا، مش جاية معاهم ان هم ممكن يعملوا ده، مش جاية معاهم ان هم ممكن يعترفوا ان هم مثلا غلط. يبقى تصرفاته بتقول بس مستكبر ان هو يقول ان هو يتكلم. لا اتكلم ايا كان وما تخافش. وطريقة هندلة ده من الشخص اللي قدامك هتبين لك اصلا انت كنت صح لما سبت ومشيت ولا كنت غلط. اعمل الصح بعيدا عن رد فعل اللي قدامك. انت مثلا ناس معينة ما بقتش موجود، دخلت في مود معين، اختفيت من غير ما تتكلم. صح.
طيب تمام، بقينا كويسين. في ناس على فكرة، في ناس ما بتعرفش تتعافى وسط الناس، ودي حقها. في ناس بتقول قبل ما تختفي، دي 10/10 ونجمة. في ناس زي الزئبق بتختفي فجأة، لما بترجع بتتعافى بيجوا بعد كده يظهروا وبيبدأوا يتعاملوا عادي مع الناس. في ناس مع ونحترم الناس اللي بتقول لك سيبني افكر، سيبني اخد وقتي. بالظبط، احترم مساحة الناس ومساحتك، ده ما يقللش منك خالص، ولا يقلل من الافورت اللي انت بتعملها عشان اللي قدامك. اللي قدامك طلب ده، انت هتعرف تعمل ده من غير ما تسيبه، وانت اللي قدامك هتفهمه اذا كان بيقول كده they mean it ولا لا. بس ايا كان، انت هترجع، هتبدأ تبان، هتبدأ تظهر. مفيش مشكلة خالص انك تعترف انت كنت في مود، كنت في حالة مش حابب ناس بتحبك يشوفوك عليها، اختفيت fully recovered، الدنيا تمام. مش هنبدأ نظهر للناس دي من بعيد، لا، انت ممكن تكلمهم، والله لو تقبلوا ده يبقى الناس دي فعلا صح. هتلاقي نفسك انت الكسبان في الاخر، انت الكسبان من الاعتذار. الاعتذار مش هيقلل منك، بس هتلاقي ان الناس اللي انت بتعتذر لها دي طريقة تقبلهم لاعتذارك بتبين لك ان هم فعلا يستاهلوا يكملوا، ولا كانوا دورهم بيقف على هنا ان هم يبقوا محطة في حياتك. اتعود ان مش كل الناس اللي في حياتك هتكمل. على فكرة ساعات الناس اللي بتبقى محطات بتبقى اهم بكتير من اللي هتكمل، لان ببساطة بيعلموك ازاي هتكمل مع اللي يستاهل. صح، صح. في ناس احنا بناخدها معانا للآخر، وفي ناس بتقع من نفسك. انت فكرتني على فكرة بحاجة، موقف حصل من قريب مهم. آه، الشخص ما كانوا شخصين يعني أصدقاء مقربين ليا. البنوتة بتقول لصاحبتها اللي جنبنا، يعني اللي معانا، بتقول لها بصي أنا الفترة اللي جاية اللي بيحبني وبيخاف عليا وجاي معايا في مصلحتي هو هيكمل معايا، اللي مش بيحبني وبيخاف عليا وجاي معايا في مصلحتي هو هيقع مني في سكة. أنا استوقفتني قوي الحتة دي، وقد ايه الثقة اللي جاية من الشخص اللي بيتكلم الكلام ده، قد ايه الثقة اللي جاية من البني آدم ده. ده مش معناه ان انا لو تغاضيت عن بعض الامور ان انا كده وحش، ان انا كده بتنازل. لا، احنا اوقات بن بنكسر كبريائنا شوية علشان خاطر نحتفظ بناس مهمين في حياتنا، لان وجودهم في حياتنا ده شيء مهم. او احنا متفقين تماما، خلينا نقول يا حسام بطريقة مبسطة شوية، احنا متفقين انه الحياة خد وهات. بالظبط. الشخص اللي قدامي ده انا لو اقدر اساعده يحب نفسه عشان نكمل مع بعض في السكة، فهو لو بيحب نفسه مش هيجرحني، مش هيقولي كلمة تزعلني. زي ما قلت لك كده، البنوتة بتاعة المترو، أنا لو شخص كاره للحياة وكاره لنفسي وشايف الدنيا كلها سودة، مش هقول لها أنت أمورة النهاردة، أنا ما أعرفهاش، إحنا كنا في مم. القاهرة حتى مش في ايوه. اسكندرية، وما أعرفهاش ومش هيفرق معايا إن هي تبقى مبسوطة أو لأ، بس أنا اخترت إن أنا أعمل كده. فليه لما نلاقي حد آه، زي ما بنقول كده واقع واقع شوية، ليه ما نساعدوش يقوم يقف؟ برضه بالظبط. من كلمة البنوتة، اللي جاي معايا في اه. مصلحتي وبيحبني وبيخاف عليا جاي معايا لآخر الطريق، اللي مش بيخاف عليا ده شخص، اللي بيقول الكلام ده شخص واثق من نفسه وقرر خلاص إن أنا باحب نفسي، فأنا هاحيط نفسي بس بالناس اللي بتخاف عليا وبتحبني. والعمق في ايه بقى؟ في انه هيقع مني، مش انا اللي آه، هوقعه. يعني هو اوريدي اللي وقع نفسه بتصرفاته. بالضبط. حبك لنفسك هيخليك اولا تشوف مين اللي في حياتك، ثانيا لو انت في علاقة وقررت ان انت تنهي، هتعرف تنهي من غير ما تجرح، آه، هتعرف. هتعرف تحافظ على اللي قدامك من غير، لان دي انا كنت بقع فيها بما اننا اسمنا تخاطيف، وكل مواضيعنا جايه من مواضيع ومواقف حصلت فعلا زي موقف المترو.
زي موقف صاحبتك هنا بقى. يا عم انا اتظلم وما اتظلمش، سوري، اتظلم وما اتظلمش. مم. طب ما انت ممكن تخلص من غير ما تظلم ومن غير ما تتظلم برضو. واتظلم صح. طب اللي قدامك قرر بقى انه يظلمك، ساعتها خلاص اهم حاجه ما تكونش انت اللي مساعده. احنا اكتشفنا ان معظم الناس اللي اذيانا احنا اللي ساعدناهم على ده، ده حقيقي، ده عشان ما حقيقي، حبيناش نفسنا من الاول. ده حقيقي. إيه، انت لما بيبقى في حياتك صديق، انت كل اللي مستفاده منه انه عامل عليك رقيب. عارف الناس دي اه، ده انا اللي هو اعرف ناس كبيره وبطريقه تخض. للأسف، للأسف. اللي هو حد تقريبا، مثلا حد بيطلع عمره كل سنه، مم. وبتطلع 2 ستات، الاتنين معاش والاتنين يعني ونس لبعض، بس في واحدة مسيطرة جدا وواحدة أنا هعمل إيه بتسليني، هعمل إيه ونس. يختاروا شركة كل سنة، هي اللي تختار، هي اللي تعمل. أوقات كانت شركة تبقى كويسة، أوقات لأ. مم. أوقات تفكيرها اللي هو نظام تسلط. هل دي مم. الست المتسلطة دي مثلا، هو قلة مين اللي سمح لها؟ انا اللي سمحت لها اكيد. انا ستوكهولم اللي سمحت سيندروم، لها. ستوكهولم سيندروم، صح. اللي احنا بقينا بنشوفها بطريقه تخض. اه 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 متلازمه، سوري معلش احنا بنطرطش انجليزي متلازمة كتير. ستوكهولم، متلازمه ستوكهولم دي انا شفتها مع ناس. اللي هي احنا بنقول عليها الدبة اللي قتلت صاحبها. اكتر، لان هنا اتقتلت خلاص، ده ارتاحت. لا ده القط بيحب خناقه، هي اسمها كده، ولا الفار اللي بيحب اه خناقه. هو في اه حد بيحب اه خناقه. اه اه ده اه ده اه ده, اه ده مختصر متلازمه ستوكهولم. الضحية والسجان. او ده makes more sense. الضحية والسجان، انت خلاص قعدت في الأسر مدة كافية لدرجة ان انت بقيت تتعاطف مع السجان بتاعك. يا خبر ابيض، ده بقى يجيب لي الاكل كل يوم في ميعاده الصبح علشان افطر. حبيبي ده السجان، مش مهم، مهم ان هو بيعتني بيا، ان هو يجيب لي الاكل الصبح. ايه ده فتح لي الزنزانة علشان اتمشى في الجنينة بتاعة السجن. حبيبي ده السجان. لا مش مهم، بس هو بيهتم بيا. ضحية السجان، انت بتقع في حب السجان، بتقع في زي الناس اللي يعني ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل اولادنا واللي نحبهم. زي الاولاد اللي بيتخطفوا وهم صغيرين مثلا وبيقعوا اسرى مع الكلام ده. بس الكلام ده الحمد لله ولله الحمد مش عندنا. في مم. بلاد بره والحاجات دي، اللي هم الاطفال اللي بيتخطفوا وهم صغيرين ويكتشفوا ان هم بعد كام سنه عايشين مع الخاطفين في بيوتهم. خلاص بيبقى تعاطفوا مع السجان بتاعهم، مش قادرين يعيشوا من غيره. زي الفيلم بتاع محمود عبد العزيز لمّا طلع برّه السجن وراح بنى سجن بالملايين اللي عطاها له. ده واحد ما بقاش يعرف ينام على السرير. أيوه. عمل سوري يعني عمل تويليت زي اللي في السجن. آه. اللي هو كان هو اتسجن ظلم، واللي سجنوه ظلم لما طلع ادوله كل حاجة اتحرم منها، بس كان خلاص اتسيستم. أيوه. جاب خلاص حتى اللي اتأسست. بيتنمروا عليه، جاب سامي سرحان انا فاكر، صح. لما قال له اركب الهوا تقريبا او ما اعرفش ايه. قبضايا السجن. فده انت جبت خناقك معاك في حريتك. صح، صح. وده يودينا ان انت اللي اخترت ده، انت اللي جبت ده. بعيدا عن السجن، ده واحد اوريدي اتسجن. بس لو هنتكلم عن لو انت حبيت نفسك كفايه، بالبلدي كده هتستنضف مين يبقى في حياتك. لما هتستنضف مين يبقى في حياتك وانت بتحب نفسك كفايه، هتعرف ان انت ما تستغلش، هتعرف ان انت تسيب من غير ما تجرح، إمم. هتعرف ان انت تبطل تفكر في الناس، لان في ناس مش هتتغير غير ان هي عايشه دور معين حابه نفسها فيه. مش هنصلح الكون، بس إمم. لما تلاقي ان الحد ده صعبان عليك وعايز توصله مرحله اللي انت فيها مثلا، بس بيشدك لتحت، لا اجري. آه. اجري، خصوصا لو انت في موضوع حب نفس جديد زي المدمن اللي بيتعافى. إمم. إمم. مش هتقعد مع حد اوريدي مدمن. صح. حب أنت نفسك. المهم إن أنت تبُص لنفسك بعين الرضا، هتلاقي الدنيا كلّها بتتضبّط من حواليك.
وتعرف ان الدنيا دي كلها هتبص لك بعينيك. لو مش عاجباك حاجه في نفسك، والله العظيم لو الناس كلها شافتك ملاك بجناحات، ايوه. هتفضل بصتك لنفسك ناقصه. و... وساعدوا الناس، ساعدوا الناس تقوم على حيلها كده. ده حاجة جميلة قوي ان انت تبني بني ادم. لما حاجة تحتاج جميلة حاجه، قوي. لما تحتاج حاجه اديها. ايوه. واه ده ياخدنا الحتة، فاقد الشيء لا يعطيه. مفيش حاجة اسمها كده، فاقد الشيء هو اكتر انسان بيقدر يعطيه. بالظبط، هو محروم اللي منه. مفتقد للحنان بيدي حنان بلا هوادة، اللي مفتقد للحب بيدي حب بلا مقابل، اللي مفتقد للإنسانية بيدي إنسانية بلا نهاية. اللي مفتقد للمال، اللي هي ما بتهونش غير على الفقير، المثل الشعبي اللي احنا بنقوله. اللي مفتقد للمال هو أكتر إنسان بتلاقيه بيطلع أكتر اللي في جيبه علشان يطلعه صدقة. حاجات كتير قوي. فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بشدة، وفاقد الشيء ده بيبقى إنسان حابب نفسه وشايف الناس وشايف أوجاعها من قريب. بالظبط، لان وسطيهم، آه، هو أيوة واحد لأنه منهم في من الاخر. وسطهم. مم. بالظبط كده. بيطبطب عليهم، بيحس ان هو لما بيطبطب عليهم بيبقى بيطبطب على نفسه. لما بيديهم بيحس ان هو كأنه بيتم إعطائه في المقابل، هو بيمتلئ بإحياء الآخرين. بالظبط، وده ياخدني موقف، بان انا تخاطيف، بس تخاطفنا زادت، بس سلسلنا هي في الموضوع. انا مثلا حد بيحب التك جدا، بيحب الاجهزه عموما، اي الكترونكس. لو معدي كده وفي علبه كيبورد فاضيه كده بس جديده فيها ريحه، او انا بقى بشم الريحه دي. انا إمم، اتحطيت في ظرف ان انا بعت موبايلي ده كنت مبسوط بيه جدا، ولما إمم، جه كان اول ايفون، كان ايفون 11 اول ما نزل. حصل ظرف كده بعد 5 6 سنين من استخدام الموبايل ده، واضطريت ان انا ابيعه. إمم، ما حبيتش اي تاجر ياخده، ما حبيتش اي حد يكسب منه، كان نفسي اللي ياخده حد زيي. إمم، الدنيا تلف وناس ياما تتصل بيا عشان اللي ياخده واحد ده برضه اول ايفون بالنسبه له. هنا إمم، هتقف مع نفسك تشوف انت اول ايفون بالنسبه لك جبته بعلبته، إمم، وده كان اخر موبايل يبقى بالعلبه الكبيره دي اللي فيها بقى شاحن وكابل وسماعه وهيصه. دلوقتي انت الحمد لله انك بتاخد كتالوج. فده آه، آه، وراك انت معاك ايه. هتلاقي نفسك في حاجات you took for granted بدأت تبص لها، ان الولد ده مبسوط جدا عشان بيجيب موبايل ايفون 11، اول ايفون يمسكه جايبه مستعمل 6 سنين. إمم، وانا مثلا لما ربنا كرمني وجبته بعلبته. صح. فانت هتحب نفسك وهتحب الخير للناس، واوعى، ودي قلناها المرة اللي فاتت، ف it's never too late هنقولها النهاردة. ما نخليش رأي حد فيك يبقى الواقع بتاعك انت اللي هتعمله. إلا لو رأي إيجابي. بالظبط، ما انت ما خلاص بقى، احنا اوريدي خلاص. احنا هنفترض ان احنا الرحلة دي كسبنا فيها نفسنا قبل اي حد. كسبت نفسك، اي حاجة تانية مش هتشوفها خسارة. هتحب نفسك، هتعترف انك غلط لما تبقى غلطان، مش هينتقص منك حاجة لما تقول انا اسف. إمم، هتكافئ نفسك لما تعمل حاجة كويسة. هتكسب في الدنيا دي اول ما تحط كل حاجة في مكانها الصح، ولما تكسب صحبة نفسك قبل صحبة الناس. وبكده بنكون خلصنا حلقتنا، بس رحلتك مع نفسك لسه ما ابتدتش. افتكر دايما انك مش محتاج تبقى كامل، كل اللي محتاجه انك تكون صادق مع نفسك، واقف في صفها، وما تسيبش صوتك الداخلي يوقعك. لو الحلقة دي بقى عجبتك، إيه الحاجات الحلوة بتاعتنا بقى؟ هنعمل لايك، هنعمل سبسكرايب. هتلاقي السوشيال بتاعتنا لا بتاعتي انا.
في دي حاجتك أنت دي. نوضّح، والله عايزة تحطّي حاجتِك أنا معاكِ، أنا ما عنديش مشاكل خالص، أنا مش حد ديكتاتوري، مش عشان الكمبيوتر بتاعي لأ ده يبقى الفنان لأ ده الفنان خلاص أنت بعد كده إمم، هناخد ميعاد بعد كده عشان أكلمك. لأ ما أنتِ هاستثنيكِ من الحتّة دي، لكن كده هياخدوا معايا. Oh my God, oh my God. بالضبط كده، فأنت حِب نَفْسك بس ما توصلش ليّا، لإن أنا ما كده توصلش ليّا ابتديت صح، أخاف، صح، ابتديت أخاف من نَفْسي مش على نَفْسي. صح، صح. هتلاقي بقى إنستجرام، هتلاقي فيسبوك، هتكلمني، عندك تخاطيفة حلوة تحكيها لنا يالّا بينا، بس طبعًا هتاخد ميعاد، دي حاجة علشان ما تعرف تزعّلش، تتكلم مع حسام دي ده حاجة ما ما فيش مشكلة. تزعّلش، عشان في آآ season إحنا already معروف إن الseason بتاع إيمانوفل، السيزون بتاع ودي إيمانويل تالت حلقة فيه، بتاع الديفا. بالضبط، لسه و قدّامنا حبّة حلوين. وحاجة كمان عايزة أقولها للمستمعين بتوعنا يا حسام في آخر إمم، الحلقة دي يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب تكونوا كلكم في وسط ناس بتحبوهم وبيحبوكوا، يا رب كل واحد واقع يلاقي اللي يمد له إيده علشان يساعده يقوم، ولو ما فيش حد حواليك يساعدك يقوم، ربنا يا رب يمد لكل واحد إيده يقوّمه من اللي هو فيه، وربنا يكبر بخاطرنا كلنا، وعايزة أشوف تعليقاتكم الحلوة على الحلقات بتاعتنا، وعايزة أعرف رأيكم كمان في الsubjects واللي عنده زي ما قال حسام اللي عنده subject جديد حابب إن إحنا نتكلم فيه، واللي اللي عنده حابب قصة ييجي في معانا as a موضوعنا guest let's go. بالضبط، واللي عنده قصة في موضوعنا بما إنه already الموضوع ده اتعمل، بس على فكرة الموضوع اللي اتعمل إحنا ممكن نتكلم فيه تاني، لإن كل موضوع صح، زي الكتاب، أنت الكتاب كله هيلمس كل واحد بطريقة مختلفة، لإن أنت اللي بتعمل المشهد، ده مش فيلم، أيوه في sequels أنت لكل حاجة. اللي بتخلق الموضوع، أنت أكيد حصل لك موقف ماشي مع موضوع الحلقة، هتقوله لنا في التعليقات، إحنا بنرد على الناس كلها، ويا ريت، يا ريت أي حد حابب يبقى معانا، طبعًا كل ده هزار، أنت ممكن تبقى معانا إحنا الاتنين. هو الموضوع مش واقف على جيست أو 2 أو 3، لا، لا، لأ هو الموضوع واقف على النت، ودي open مش buffet. بتاعتي. يا رب بجد الحلقة تكون عجبتكم، أي حد عنده حاجة يقولها لنا، اللي عايز يوصل لنا إحنا مش صعب إن حد يوصل لنا على فكرة، اللي عايز يبقى معانا برضه ده مش صعب خالص، ونتقابل الحلقة الجاية، سلام. بإذن الله، أشوفكم على خير، سلام.